كلنا بنسمع عن الامتنان، كلمة شكراً اللي ممكن نقولها عشرات المرات في اليوم. بس يا ترى عمرنا فكرنا إن الشعور ده ممكن يكون ليه قوة حقيقية؟ قوة مش بس بتغير مزاجنا، لأ، دي بتقدر تعيد تشكيل وبرمجة مخنا حرفياً. إزاي؟ ده اللي هنكتشفه سوا. طيب خلينا نبدأ بسؤال يبان خيالي شوية. ماذا لو إن مجرد الإحساس بالامتنان والشكر ممكن يغير تركيبة المخ بشكل فيزيائي وملموس؟ لا، ده مش كلام تنمية بشرية أو طاقة إيجابية وخلاص، دي رحلة حقيقية جوه علم الأعصاب. وعلشان نفهم القصة دي لازم نبدأ من مكان غريب شوية، مكان ممكن محدش يتوقعه، وهو العلاقة القوية والمدهشة بين الامتنان والكرم أو العطاء. الحكاية بتبدأ مع عالمة أعصاب اسمها كريستينا كارنز قررت تعمل تجربة ذكية جدا عشان تشوف إيه اللي بيحصل جوه مخنا بالظبط لما بندي فلوس ومقارنته باللي بيحصل لما بناخد فلوس. فكرة التجربة كانت بسيطة جدا. المشاركين كانوا بيقعدوا يتفرجوا على الكمبيوتر وهو بيعمل حاجتين. في الحالة الأولى فلوس حقيقية بتتحول لحسابهم الشخصي، وفي الحالة التانية نفس المبلغ بيتحول لجمعية خيرية. في الحالة دي كانت بنك طعام محلي. وهنا بقى كانت المفاجأة الكبيرة. كارنز لاحظت إن المشاركين اللي بطبيعتهم عندهم شعور بالامتنان أعلى، مناطق المكافأة في مخهم كانت بتنور وتنشط بقوة أكبر لما شافوا الفلوس رايحة للجمعية الخيرية. يعني كانوا حرفياً بيحسوا بسعادة أكبر لما بيعطوا أكتر من لما بياخدوا. طيب كده إحنا عرفنا إيه اللي بيحصل. السؤال الأهم بقى، إزاي ده بيحصل؟ إيه التفسير العلمي لده؟ هنا بقى اللحظة اللي بنشوف فيها إزاي الامتنان ممكن يعمل تحديث لسوفت وير العقل. السر كله موجود في منطقة جوه المخ اسمها الفنتروميديال بريفرونتال كورتكس. الاسم يبان معقد، بس خلينا نسميها مركز تقييم القيمة. المنطقة دي وظيفتها إنها تحسب القيمة العصبية لأي اختيار وتقرر إذا كان يستاهل المكافأة ولا لأ. وهنا كارنز عملت خطوة عبقرية في التجربة. طلبت من مجموعة من المشاركين إنهم يمارسوا الامتنان عن طريق كتابة يوميات لمدة 3 أسابيع. وبعد الفترة دي لما عملت مسح تاني للمخ، لقت إن سعر الصرف العصبي جوه دماغهم اتغير. العطاء للجمعية الخيرية بقى له قيمة عصبية أعلى من إنهم ياخدوا الفلوس لنفسهم. ده معناه إن ممارسة الامتنان بتعمل فري وايرنج للمخ، كأنها بتعيد توصيل الأسلاك والدوائر الكهربية. بتقوي الروابط العصبية اللي بتفرز نواقل للمتعة زي الدوبامين والسيروتونين لما بنعطي. ببساطة إحنا بنمرن مخنا إنه يستمتع بالعطاء. بس الموضوع مش بيقف عند العطاء وبس، التأثير ده عامل زي ما تكون رميت حجر في بحيرة هادية. الموجات بتفضل تكبر وتنتشر، وتأثيرها بيكون أوسع بكتير من مجرد تحسين المزاج. لما نبص على الصورة الكبيرة بنلاقي إن إعادة برمجة المخ دي بتأثر على كل حاجة تقريباً. الفوائد مش نفسية بس، لأ، دي بتمتد للصحة الجسدية وقوة علاقاتنا باللي حوالينا وقدرتنا على تحمل الصدمات وحتى جودة نومنا بالليل. على المستوى النفسي التأثير عميق، طبعاً بيزود السعادة والتفاؤل، لكن يمكن الأهم من كده إنه بيغير علاقتنا بنفسنا وبالآخرين. بيزود تقديرنا لذاتنا، وفي نفس الوقت بيقلل من صوت المقارنات الاجتماعية والحسد اللي هم أصلاً من أكبر أسباب القلق والاكتئاب. والأكثر إدهاشاً بقى هو أن التأثير ده بيترجم لفوايد جسدية ملموسة. لما المخ بيكون أهدى وأكثر امتناناً، بيقلل إفراز هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول، ولما الكورتيزول يقل جهاز المناعة بيقوى، جودة النوم بتتحسن، وحتى في أبحاث بتقول إنه ممكن يقلل إحساسنا بالألم. العقل والجسم فعلاً كيان واحد مترابط. طيب كل الكلام ده جميل جدا، نيجي بقى للسؤال العملي، إزاي نقدر نطبق ده؟ إزاي نزرع الامتنان في حياتنا بشكل فعال؟ يلا بينا نشوف شوية أدوات العلم نفسه بيدعمها. أشهر طريقة طبعاً هي كتابة يوميات الامتنان. بس في هنا نقطة مهمة جداً، الأبحاث بتوضح إن الكتابة بتفصيل وعمق مرة أو مرتين في الأسبوع بتكون فعالة أكتر بكثير من الكتابة السطحية كل يوم. والسبب في ده بيشرحه دكتور روبرت إيمانز، وهو من رواد أبحاث الامتنان. بيقول إننا بنتأقلم مع الأحداث الإيجابية بسرعة فبتفقد معناها. دي ظاهرة اسمها التكيف مع المتعة، يعني المخ بيزهق من التكرار، وعشان كده التركيز العميق على فترات متباعدة بيحافظ على قوة التأثير. طيب لو الكتابة مش هي الطريقة المفضلة، في ممارسات تانية كتير مدعومة بالأبحاث، زي إننا نكتب جواب شكر لشخص حتى لو مش هنبعته، أو نعمل زيارة امتنان ونروح نشكر حد وش لوش، أو فكرة تانية خالص، نصرف فلوسنا على التجارب مش على الماديات، أو حتى نعمل قائمة امتنان لشخص عشان نغير وجهة نظرنا ناحيته. ونقطة التجارب دي مهمة قوي،
لما بنشتري حاجة مادية شعور الامتنان ناحيتها بيختفي بسرعة بسبب ظاهرة التكيف اللي قلنا عليها، لكن لما بنستثمر في تجربة زي حفلة أو سفرية شعور الامتنان بيكون أقوى وبيدوم لفترة أطول بكتير، لأن الذكرى نفسها بتفضل معانا. فالنقطة الجوهرية اللي بنطلع بيها من كل ده هي إن الامتنان مش مجرد إحساس لطيف بيجي ويروح. الامتنان هو تمرين حقيقي للمخ، بنمرن بيه عضلات معينة جوه دماغنا. والسؤال اللي بنختم بيه هو إيه هي اللحظة الصغيرة، الموقف البسيط اللي حصل النهاردة وممكن يكون هو نقطة البداية، بداية إعادة برمجة المخ عشان بكرة يكون أفضل؟